السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ ان شاء الله يوم جديد وروتين جديد بإذن الله يعجبكم. صباحكم فل كده، وان شاء الله النهاردة كده يكون يوم كله طاقة ايجابية وكله نشاط. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. بس في البداية كده برحب بيكم وبشكركم جدا جدا على دعمكم المستمر، وبتمنى منكم كده ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان عيلتنا تكبر كده ان شاء الله مستمعينا ونستفيد كلنا الكرام، مع بعض. يا سلام جماعة الله النهاردة عليكم. بقى عاملة جريمة، هاكل فسيخ ورنجة. بصوا الصراحة مش هقولكوا بقى انا لسه جايباهم وكده. انا كنت من حوالي كام يوم كده يعني كنت بره، وبعدين وانا معدية على بتاع الفسيخ شم ريحته يا جماعة من اول الطريق. الله يا جماعة بصوا، حاسة ان انا روحي كانت رايحة له بطريقة، بالرغم ان انا على فكرة عندي املاح واخدة علاج للاملاح والحاجات دي، بس مش قادرة. فالمهم ايه، قلت لا خليكي كمان جدعه وما تروحيش تشتري فسيخ. ده انا اصلا لو جبت فسيخ جوزي هيزعق لي وهيقول لي ايه اللي انت عملتيه ده، وانت بتاخدي علاج وتعبانه وازاي تروحي تجيبي فسيخ. ورحت ماشيه مكمله مشواري وايه، وخلصت مشواري وراجعه، طبعا برجع من نفس الطريق. فالمهم يعني بصراحه يعني ما قدرتش اقاوم. لقيت نفسي واقفه قدام بتاع الفسيخ بساله بكام الفسيخ، مبطرخ ولا مش مبطرخ، عماله ايه، عايزاه يقول لي ما تاخديش، عايزاه يقول لي فيه لا مفيش، مش حلو النهارده بتاع. لقيته والله بيقول لي يا ابله تعالي بس شوفي ما قدرتش اقاوم. بكام الفسيخ؟ قال لي الكيلو الفسيخ ب 270 وكيلو الرنجه ب 120 بس مش مبطرخه. قلت له ما عندكش رنجه من اللي هي فيها البطروخ المرمل؟ قال لي لا والله، ممكن بكره بقى. فقلت دي اشاره من ربنا، خليكي بكره يا مانع. قال لي مفيش فايده فيا. فالمهم اخدت منه نص كيلو فسيخ، طلعوا فسيختين، ونص كيلو رنجة طلعوا 4 رنجات زي اللي انا عاملاها دي. فالمهم يومها بقى ايه، اكلنا منها واتبقى ده. فضلت بقى شايلاه في كيس جوه كيس جوه كيس. فالنهارده بقى قلت لنفسي ايه، ما انت لازم تكملي الجريمة دي بقى على خير. فيلا بقى ايه، طلعي الكيس اللي فيه بواقي الفسيخ والرنجة، وابداي بقى ايه اشويه كده واعملي فطار او يعتبر غدا. انا عايزه اقول لكم ان اليوم ده يعني انا ما دقتش الاكل بعدها، يعني هي دي كانت الوجبه الاولى والاخيره طول اليوم. فروحت بقى مطلعه الفسيخه منضفاها، وكان عادي يا ولاد دلع كده وجميل. الناس اللي ما بتحبش الفسيخ دي مش عارفه ما بيحبوش ازاي. على فكره انا بعمل الفسيخ وشاطره في عمايل الفسيخ جدا جدا، وبعمله بصوا مظبوط بالشعره. بس يعني بقيت بكسل، بقيت بنسى، يعني ما بقاش يعني مهم بالنسبة لي. لكن زمان كنت لازم كل شهر كده ولا التاني لازم ابقى عاملة فسيخ. احنا بنقول ايه، كسرين فسيخ، لازم اكون كسرة الفسيخ. فالمهم بقى يعني ايه، قلت لكم اشتريت بقى دول. هو اداني الاربع فسيخات قصدي الاربع رنجيات والفسيختين دول ب 200 جنيه، ب 200 الا 5 بالظبط كده. وخدتهم بقى يومها وروحت. والمهم يعني ايه، بظبطهم بقى معاكم كده عشان نعمل فطار. مش كلنا بناكل فسيخ في البيت، بنتي ما بتاكلهوش، ابني الكبير برضو نفس القصة، محمد. مروان يعني ممكن بصوا يمسك كده اللقمة كده، ياخدها كده بالطرطوفة كده على طراطيف صوابعه وايه ويدوقوا بس كده. لكن اللي بياكل الجريمة دي هي انا وجوزي بس. فعايزه اقول لكم ان في اليوم ده انا ما عملتش اكل بصراحه، وهم بقى ايه مشوا حالهم كده. يعني اللي عمل بيض من التلاجة، اللي عمل مثلا فتح تونه وكلها حاجات كده يعني ايه من البيت. لكن طبخ تاني انا بصراحه ما عملتش اكل تاني. وبرضو كنت عامله طعميه يعني، فاخدوا برضو طعميه هعملها معاكم برضو دلوقتي. بس فنضفت الفسيخ بقى خالص خالص، عشان برضو ايه جوزي يعني ايه بيبقى يعني ايه بياكل برضو كده ايه بطراطيف صوابعه. فنضفت الحاجه كده بحيث انها تتاكل على طول. وجبت بقى طماطم، ما كانش عندي خيار، جبت طماطم وجبت فلفل اخضر، بس الفلفل ده كان نار نار يا جماعة. قطعت كده بقى وايه، وقلت ايه اعمل برضو معاها بصل واحبش الطعمية. الطعمية دي بقى جايبينها عجينة. انا برضو بعمل عجينة الطعمية في البيت وعملتها معاكم كتير جدا جدا جدا. بس المرة دي شارينها من بره. هوريها لكم دلوقتي وهنعملها برضو نقليها مع بعض. المهم يا جماعة طمنوني عليكم، وعايزة اقول لكم ان انا محتاجة منكم بس زقة كده، ومحتاجة منكم شوية لايكات على القناة، عشان الحمد لله قناتنا اتفعلت وبقت زي الفل، اللهم لك الحمد والشكر. فعايزينها ايه، ما تقعش اقتراحات بقى تاني ويحصل فيها اي دروب ولا حاجة. فمحتاجة بس منكم يعني تنزلوا في التعليقات صلوا وتسلموا على سيدنا محمد، وكمان ما تنسوش تحطوا لي لايك.
خلاص احنا بجد محتاجين لبعض الفترة دي جامد. انا الفترة اللي فاتت دي كانت فترة المراجعة النهائية بتاعة القناة، والحمد لله عدت، والفيديوهات حصرية مفيش اي مشاكل، اللهم لك الحمد. وبالنسبة للناس اللي سألتني على موضوعات الفيديوهات الحصري والغير حصري والكلام ده، يا حبيبتي والله اليوتيوب ما بقاش بيرحم دلوقتي. انتوا عارفين ان ده مجال شغلي، فبيجيلي قنوات بتتباع يعني، او كده بيبقى واحدة مثلا عايزة تبيع قناتها. وبالمناسبة برضو يا جماعة، اي واحدة منكم بتسمعني صاحبة قناة شايفة ان قناتك طولت معاكي ومفيش ليها اقتراحات، كلميني، وان شاء الله انا بشتري القنوات دي وبطلعها للناس بتشغلها في محتوى مثلا اخباري، في محتوى دعاية واعلان، كلها محتويات شرعية 100%. بس ما بيكونوش منتظرين منها ربح، فاهميني؟ او مثلا لو انت قناتك كبيرة وبرضو حاسة ان اقتراحاتها ضعيفة او مشاهداتها مش قد كده، برضو كلميني، هدخلها لك في شغل كويس جدا. فالمهم يا جماعة، فمحتاجة منكم بقى ان شاء الله ان المحتوى بتاعي تحطولي عليه لايك، وتصلوا وتسلموا على سيدنا محمد في التعليقات، ده بس طلبي منكم. خلاص كده. فالمهم بقى يا جماعة، رحت بقى جبت العجينة دي، قلت لكم العجينة دي جايبينها جاهزة من المطعم، انا تحت مني بالظبط في مطعم فول وطعمية، فيمكن ده، او هو فتح قريب يعني، يمكن ده بقى اللي خلاني بقيت كسولة في موضوع الفول والطعمية ان انا اعملهم في البيت. لكن حقيقة هو في البيت اوفر وانضف واحسن 100 مرة من اللي بنجيبها من بره. يعني عايزة اقول لكم ان شوية اللي في ايدي دول ب20 جنيه، حطيت بقى عليهم، انا دقتها كده على طرف لساني، لقيت عليها ملح وبهاراتها وكل حاجتها، بس انا زودت لها شوية كزبرة وشوية من اللهم صل على سيدنا محمد، شوية بهارات. البهارات دي انا كنت حطاها كبس كده في البرطمان، فحسيت ان هي كلكعت كده، فعايزه ابقى افضيها واحمصها وارجع احطها في البرطمان تاني. بس فرحت بقى ايه مظبطه كده تبلت يعني العجينه كويس، وحطيت الطاسه بقى على النار ويلا نقلي. الناس اللي سالتني عن القلايه، بالمره بقى كده ايه ما دمت افتكرت، القلايه اللي عندي مش قلايه هوائيه، عشان في ناس شافوها وسالوني عليها. انا ركناها زي انتوا ما بتشوفوها كده، زي الكبه كده على الرخامه، كبيره جدا، لما بحطها في ظرفه من ظرف المطبخ بتاخد مكان كبير قوي، ولما بحطها على الرخامه اللي انا بشتغل عليها برضو بتاخد مكان، فحطها على الرخامه اللي انا قليل استخدامي عليها، اللي هي الرخامه اللي جنب الحوض دي، استخدامي فيها ضعيف. حتى في التصوير برضو زي ما قلت لكم، عشان الاضاءه هناك يعني جنب الحوض كده ضعيفه شويه، فتلاقوني دايما ما بصورش في الاتجاه ده، لغايه ان شاء الله يعني ما اظبط يعني اضاءه زياده وكده. فالقلايه اللي هي الزيت دي حلوه ولا لا؟ انا هقولك. بصوا يا جماعه، انا ماليش في القلايه الهوائيه عشان اكون صريحه معاكم، ولا عمري بفكر اشتريها، مع ان الحمد لله اقدر اشتريها وكل حاجه، بس انا مش عايزاها، لان انا مش عارفه، اللي متعود على المقليات والحاجات دي بيقولوا ان هو ما يعرفش ياكل اكل طالع من القلايه اللي هي اللي بمعلقه زيت واحده دي. هي اكيد صحيه واكيد عشان صحتنا تمام وكده، لكن انا قليل لما بقلي. يعني انا بعوض موضوع القلايه الهوائيه ده بايه؟ انا لما بكون مشغله الفرن ممكن اعمل فيه كل حاجه زي القلايه بالظبط. يعني ممكن احط بطاطس على فصين توم على معلقه زيت واقلبهم في صينيه وادخلهم الفرن، ماشي، على نار هاديه كده، بيتحمروا ويتقرمشوا. وبرده دي نفس طريقه برده القلايه، هي بتعمل كده، يعني هي القلايه بتعمل كده، هو مجرد حراره كده بتطلع منها بتقلي الحاجه. برضو البتنجان نفس القصة. لو انا طبعا البتنجان معروف ان هو بياخد زيت كتير جدا، وطبعا البتنجان المقلي ده حاجة يعني كارثة، فبرضو ساعات بعمله كده، بقلب عليه معلقة زيت وبرصه كده في صينية وبحطه برضو في الفرن. ما بيبقاش زي المقلي، عشان بصوا الصراحة حلوة الحاجة المقلية، تحسوا ان طعمها حلو، متعرفوش عشان هي غلط ولا ايه، ولا الممنوع مرغوب، ما تفهموش، بس الحاجة المقلية ليها طعم تاني، وخصوصا ان احنا متعودين على كده. كل اللي اقدر اقول لكم عليه ان انا بقلل على قد ما اقدر من الحاجات المقليه، والله العظيم زي ما بقول لكم بقلل من غير قلايه هوائيه. بصوا طلعت من الموضوع ودخلتكم في موضوع تاني خالص. انا كنت بتكلم على القلايه اللي عندي اللي هي بالزيت. القلايه اللي عندي بالزيت حلوه جدا جدا وكل حاجه، ولكن بتاخد زيت كتير قوي. يعني هي علشان الساعه بتاعتها ازازتين ونص، ازازتين ونص، 3 ازايز زيت من اللي هي الازازه اللي انا زي اللي انا لسه مفضيه منها دي. حلو حلو. طيب بتستهلك الزيت، بتبوظه يعني على طول، كل شويه عايزه تغيري لها الزيت؟ الصراحه لا يا جماعه، الصراحه هي بتحافظ على الزيت، لان هي ما بتحرقش الزيت. هي بحطها في الكهرباء وبقلي فيها، وممكن تقلي مثلا كيلو بطاطس مرة واحدة، بياخد مثلا 10 دقايق، وهي فيها كذا برنامج للسمك وللبطاطس، لأيا كان بقى.
كنت باعمل فيها كل حاجة واستخدمتها معاكم، بس بقى لي فترة خالص راكناها كده وما بتجيش على بالي، ما اعرفش بقى يعني ما بافتكرهاش. حاسة انها بتاخد زيت كتير جدًا، جدًا. بيقعد فيها كتير وممكن اقلي فيه مرة و2 و3 و4 و5، بس برضه ما هو ده مش صحّي، يعني أنا حتى لو الزيت نضيف خايفة برضه يكون مثلًا غلط، يكون الزيت ده مثلًا الخصائص بتاعته بتتغيّر. فالحقيقة يعني أنا مخلّياها وقت الزنقات، مثلًا عندي ناس كتيرة محتاجة إن أنا أحمّر كميات على بعضها، فباجي مشغّلاها وباحط الزيت بقى ما بيفرقش معايا، لإنها مثلًا قولي بتاخد لها بييجي ب200 جنيه زيت، عشان تحطّي فيها زيت بتاخد بالتقريب كده 3 أزايز زيت أو إزازتين ونُص كتير. بس فهو ده قصة القلاية. أنصحِك تشتريها والّا لأ؟ لأ، بصراحة لأ، ما تشتريهاش. هي على فكرة مش غالية، هي عندي من زمان جدًا، 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 من سنين طويلة. لأ، ما انصحكيش تشتريها لإن هي زي ما قُلت لِك كده، بتاخد زيت كتير وكمان بتسحب كهربا كتير جدًا، جدًا. لو أنتِ كارت يعني هتبقى صعبة أوي. فاتكلمت معاكم بقى على ما عملت بقى الأكل وكلت أنا وابني. بُصّوا، عايزة أقول لكم كان بياكل بطراطيف صوابعه. وبعدين بنتي مش هنا، وبرضه مروان ابني مش هنا، يعني حبيبة برّه في الدرس بتاعها، ومروان نفس القصة. فقُلت بقى إيه، أروّق حوالين مني كده. أنا كنت غاسلة المكنسة. المكنسة يا جماعة لمّا بتتغسل بتبقى رهيبة، عايزة أقول لكم كانت بتشد السجاد من على الأرض. كنت غاسلة الكيس بتاعها، يعني مش غاسلاها كلّها، منضفاها من جوّه ومن برّه، وأخدت الكيس بتاعها والفلتر غسلتهم غسلة محترمة زي الفل، ونشرتهم كده امبارح، هي بقى والخرطوم بتاعها وكلّه، وسِبتهم بقى لمّا الشمس ضربت فيهم ونشفوا تمامًا. وبرضه الكوتشي الأبيض ده بتاع جوزي، برضه كنا جايين بيه من بورسعيد بقى، وكان اتطرب واتبهدل، فرُحت بقى غاسلاه. وخلاص كده رُحت بقى جايبة كيس المكنسة وهاشغّلها بقى دلوقتي أكنس بيها وألمّع معاكم تلميعة سريعة كده عشان أتشجّع. أنا كنت كسلانة الأيام اللي فاتت دي، وعايزة أقول لكم بقى قُلت لأ، أنا عايزة بس إيه، ألمّع بس تلميعة سريعة كده في الreception، لإن كان يوم الماتش بقى كنا كلّنا متجمّعين هنا، وعايزة أقول لكم كانت الدنيا يعني إيه، خرابة. يوم ماتش مصر بقى له كام يوم أهو، ما عملتش بقى من يومها. تاني يوم رجعت صحيت من النوم كده مش فاضية وكان عندي مشاوير، نزلت عملتها. واليوم اللي بعده برضه كان عندي يا ربي إيه، كان عندي مقابلة، حد باخد منه قناة، يعني باشتري منه قناة وباسلّمه فلوس وبتاع وحاجات كده، فبرضه ما كنتش في البيت. فالمهم يعني إن أنا كنت في الأيام اللي فاتت دي مطحونة. فقُلت لأ، النهارده بقى بما إن ما فيش شغل والدنيا تمام، فهنخلّص بقى معاكم إيه، سريع، سريع كده. عايزة أقول لكم بقى إن يوم بورسعيد، الناس بقى اللي قالت لي إحنا من بورسعيد، فرحت على فكرة أوي، أوي إن أنا لقيت متابعين من بورسعيد. بورسعيد دي جميلة أوي يا جماعة، تحسّوا إن أهلها حنيّنين كده وطيبين وجُمال، منين ما تسألي على حاجة يجاوبوكِ بحُب ويدلّوكِ صح، يعني ما يغرّقوكيش زي ناس كتير كده لأ. منين ما تسأليهم مثلًا أعمل كذا والّا كذا، يعني أنا يوم ما نزلنا أنا وجوزي فضلنا بقى نلِف بقى وبتاع، ففي هناك سوق سمك قديم وسوق سمك جديد. فالمهم يعني فقُلنا لحد يعني بتاع سوبر ماركت كده إحنا عايزين نروح عند سوق السمك، فقال لنا طَب بالراحة كده لإن أنتم شكلكم أغراب، في سوق سمك جديد وفي سوق قديم ومش المهم يعني قعد يفهّمنا إحنا عايزين نروحوا فين، إحنا ما إحناش عارفين، هم بتوع صحاب جوزي يعني وكده قالوا له تعالَ لنا عند سوق السمك. فسوق السمك أي واحد فيهم هو ما سألهمش، أهل بورسعيد بقى حنيّنين أوي، مش عايزينِك تتلخبطي. فقالوا لنا بقى بُصّوا، لو سوق السمك الجديد يبقى أنتم هتاخدوا تاكسي ما تدّيهوش غير 20 جنيه. بُصّوا الناس الجميلة، علشان إيه، هو هيبقى يعني هو مفكّر بقى إن التاكسي مثلًا عشان شايفنا أغراب فمثلًا هيستغلنا أو كده. فقال لنا تدّي له 20 جنيه كبيره 25 جنيه عشان ما يضحكش عليكم، وقولوا له ودّينا عند سوق السمك الجديد. فاتحرّكنا من عند جامع مريم لحد سوق السمك الجديد ب20 جنيه بس. والمهم بقى السوق بقى ده يا جماعة إحنا كلنا سمك بقى وجمبري وهيصت أنا وجوزي، كنت أنا وجوزي لوحدنا فكنا خفاف، الولاد ما كانوش معانا لأن الرحلة مش مناسبة برضه للولاد، يعني هم ما كانوش هيبقوا مندمجين معانا، هي تسوق أكتر منها مزارات. الهدوم يا جماعة هناك رهيبة، في طبعًا حاجات غالية وفي حاجات رخيصة، أنا جبت حاجات كده وحاجات كده، يعني عايزة أوريكم دلوقتي هاعرض عليكم الحاجة اللي أنا جبتها. أنا قُلت لكم المرة اللي فاتت إن أنا جبت 5 جواكت. كل واحد من ولادي جبت له، على فكرة أنا ولادي بيلبسوا مقاس بعض، يعني مروان ومحمد الله أكبر عليهم مقاسهم زي بعض. وجوزي يعتبر اللهم بارك يا رب ما شاء الله، ابني اللي هو لسه كان جايب لي الشاي دلوقتي، صورت اللقطة دي معاكم من غير ما أبين وشه،
عشان تبقى ذكرى برضو حلوة معايا. برضو مقاسه قريب برضو، اللهم بارك ما شاء الله لا قوة الا بالله. فهم بقى ال5 جواكت يعتبروا ال5 مقاساتهم قريبة قوي قوي من بعض، فهفرجهم لكم دلوقتي في اخر الفيديو كده وقولوا لي رأيكم فيهم، وهقول لكم طبعا على الاسعار. فالمهم يعني في بورسعيد في حاجات، في محلات اسعارها مش رخيصة، يعني في حاجات انا جبت منها الجاكيت فوق 1500 و2000 وكده. وفي اماكن تانية بقى، وعلى فكرة هم كلهم ستوك يعني جايين من بره، بس حلاوتهم بقى والتحفة اللي فيهم انهم بالتيكت بتاعهم. السوست يا جماعة بتاعتهم كانت متغلفة لسه باللي هو عارفين البلاستيك اللي بيبقى متغلف بيه الحاجات البراندات ده، مغلفين السوستة، مغلفين مكان الزراير، كل حاجة متغلفة. كان نفسي جدا جدا اصور لكم في المحلات، لكن ايه الناس دي كلها، ايه البشر ده كله اللي في الاماكن دي تقريبا بقى، عشان بورسعيد مكان للحاجات دي، فالمحافظات كلها بتحدف عليها ولا ايه في موضوع الهدوم ده. وكمان برضو في الحلويات برضو. وجبنا كمان شوكولاتة من عند حد هناك اسمه علوش، تحفة تحفة، جبنا منه شوكولاتة وجبنا منه بسكوتات اوريو بقى والحاجات دي. وعايزة اقول لكم هناك زحمة، انا مش قادره اوصف لكم، انا كنت تعبت جدا. فقعدت هناك كده في زي ناس بتعمل حاجات هاند ميد وشنط وحاجات كده، فحطيت كرسي وقعدت جنبهم، قعدت احكي معاهم وبتاع. وجوزي بقى دخل عند علوش ده جاب لنا الشوكولاته والحاجه دي، بس قال لي ده مطحنه جوه، كأن الناس يعني هنا الشوكولاته ببلاش مثلا. بس تحفه يا جماعه، الشوكولاته عندهم رهيبه. اكيد برضو اهل بورسعيد هيسمعوا كلمه علوش دي هيعرفوه، او اللي راحوا بورسعيد. يعني اكتشفت ان ناس كتير على فكره بتروح بورسعيد كل موسم تشتري هدوم من هناك وتيجي. انا الهدوم عندي هنا في البلد، الجاكيت مثلا، يعني انا جايبه جاكيت لبنتي السنه اللي فاتت لونه ذهبي كده، كان عارفين الذهبي المطفي ده، انتوا شفتوه اكيد مره مثلا ولا حاجه وانا بعمل الدولاب. الجاكيت ده انا جايبه لها من هنا، كان في عز الرخص، يعني السنه اللي فاتت كانت الدنيا هاديه عن كده شويه، او السنه اللي قبلها كمان كان معدي ال1000. فما بالكم دلوقتي بقى، رحت اسال على حاجه شبهه كده بيقول لي ب3 و2800 وارقام كده رهيبه. فعشان تعملي طقم او كده، لا الناس بتقول لا احنا نسافر بورسعيد نجيب من هناك براندات وحاجات مش هيبقى حد لابسها وباسعار قليله، لان في هناك اماكن بتبيع الجواكت ب 300 جنيه و400 جنيه وحاجات كمان اقل. وانا برضو جبت منهم وهوريهم لكم برضو، يعني هوريكم الغالي اللي انا جبته وهوريكم برضو الرخيص. وصدقوني بعد ما جيت انا وجوزي قلت له على فكره انا حاسه ان الرخيص يعني احلى من الغالي. بس الغالي بقى كان محل بقى وعمالة وإضاءة وبتاع كده، لكن الرخيص ده من كتر الهدوم يعني حاطين استندات كده في الطرقات ومعلقين عليها. ده بالنسبة للناس اللي سألتني هنعرف نجيب مثلا من هناك حاجة أو كده ولا لأ. الغالي موجود والرخيص موجود. بصوا بقى هنا محدش يقول لي ايه الشراب المقطوع ده، انتوا مش غرب بقى. انا بقى قلت ايه، انا هجيب البي واكس ده ولمع بعد ما كنست بقى وظبطت الدنيا كده وفرشت السفرة وكده والحاجات دي كلها. فقلت بقى ايه، هجيب البي واكس ده وامسح يعني بصوا مسحة سريعة كده، سريعة كده للبيت. فقلت اعمل ايه، قلت البس شراب. فالفردة دي ملهاش اخت ومقطوعة وحالتها كرب كده، فقلت لها تعالي لما امسح بيكي وبعد كده ابقى ايه ارميكي وانا ضميري مرتاح. فمحدش يقول لي يا ايمان الشراب مقطوع، طب كنت صورنا في شراب مش عارف ايه، جت كده. فسامحوني بقى. بس كان مريح قوي يا جماعه موضوع انك تلبسي شراب في ايدك ده وتمسحي بيه، طلع حلو وحلاوه ومنجز بقى، وبيدخل بقى ما بين القيمه وبعضها كده الخشب اللي هو عارفين الحاجات اللي هي البارزه دي، بيخليها نظيفه قوي. فقلت بعد كده انا هبقى اجيب بقى ايه فردة شراب واعمل بيها على طول كده، يعني هنضف على طول بفردة الشراب دي بس. فلمعت بقى بالبي واكس كده وظبطت الدنيا وخليتها قشطة القشطة يا قشطة. انتوا ربنا يخليكم ليا، انا فرحانة جدا جدا يا جماعة ان القناة اتقبلت، بجد مبسوطة قوي قوي. ان انتوا عارفين يعني اليومين دول يوتيوب بيتلكك كده زي ما يكون بيكره الناس فيه ولا ايه. فالحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. بصوا لمعت بقى السفرة. طبعا المقطع ده كان طويل قوي ورزل، وكل شوية كمامي تتشمر وكل شوية اقطع واقص، والمراية وانعكاس الصورة في ازاز السفرة ده مشكلة برضو. فالمهم ايه، قطعت منه على قد ما قدرت كده وخلاص. ولمعت برضو الرخامة. بالنسبة للمفارش اللي على السفرة واللي على البوفيه اللي هي الكروشيه دي، دي يا جماعة حد سألني، بس انا كنت قايله لكم قبل كده ان اختي هي اللي عاملاها لي.
عاملاها لي يعني خيط وابره كده، ما شاء الله هي شاطره قوي في الحاجات دي، عاملاهم لي كده. وعامله لي كمان بقى الخداديات اللي هي في اوضه بنتي، اللي هي المربعات اللي خلفيتها سودا دي. ودلوقتي بتعمل لي 2 كمان، بس لسه بقى هوريهم لكم ان شاء الله لما تبعتهم لي. يعني هي بعتتهم لي كده صورتهم على الواتس، قالت لي ايه رايك يا ايمان؟ اختي عسل، شاطره قوي، دماغها رايقه كده في الحاجات دي، بتحب هي الهاند ميد قوي. انا بحبه برضو، قلت لكم ان انا بحب الكروشيه وبحب اشتغل وكده، بس الوقت بقى يا ولاد، الوقت بقى بيبقى ايه مضغوط. فهي عامله لي بقى 2 بقى كلاسيك كده هديم من نفس نوعيه المفارش دي، نفس برضو الخيط ونفس كل حاجه. بس لسه بقى بتسالني بقى اعمل لك الخلفيه بتاعتهم ايه، البطانه يعني. يعني هم كده هيبقوا كروشيه كده، ورود كده من اللي هي الدانتيل دي، زي الدانتيل كده ابيض. بس لسه انا قلت لها اعملي لي الخلفيه بتاعتهم بيضه برضو، يعني يبقوا ابيض في ابيض كده، بس انا مش عارفه بقى هي هتعمل ايه. اول ما يجوا ان شاء الله هوريهم لكم باذن الله، يعجبوكم لانهم عجبوني قوي، وحسيتهم كده راقيين جدا. بس كده لمعت الدنيا وظبطت كل حاجه، حتى الطقم برضو اللي هو بتاع البوفيه ده، الساعه والشمعدانات دي، برضو ظبطته كده. وكان عندي انبوبه فاضيه عايزه تتملى، بقالها معديه الاسبوع اهي. كل يوم اقول يا رب اسمع الراجل اللي بيجي يعدي بالانابيب وانسى، او يعني بمعنى اصح ما بسمعهوش. ومره عدى، وعلى ما طلعت لبست الاسدال وطلعت البلكونه كان بعد، فما عرفتش انده عليه. فمركونه بقى جنب البوفيه كده، منين بقى ان شاء الله ما يعدي ابقى انده عليه. بصوا بقى كده، لمعت ورجعت المفارش مكانها تاني، وحتى الشجره دي مسحتها وظبطتها، والدنيا بقت زي خلاص بقى. قفلت الريسبشن بقى، والقعده فيه مش مناسبه دلوقتي. دخلت بقى على الاوضه دي، انا كنت ظبطت السراير، بس سبت السرير ده بالبطانيه واللحاف اللي هو الخفيف ده عليه. ليه بقى؟ لان انا بنتي كانت صاحيه من بدري جدا جدا، عندها دروس يا حبيبتي من بدري، عشان خلاص الامتحانات بقى، كل سنه وانتوا طيبين. فقلت ده هي اول ما هترجع هتبقى عايزه تنام، يعني هتاكل وتنام على طول. فخليني بقى ايه فردلها البطانيه واللحاف، بحيث ان هي لما تيجي ما تضطرش ان هي تنكشهم تاني بقى، يعني ما طبقهمش وهي ترجع تاني ايه تفردهم وتتغطى بيهم وكده. فهي جت بقى وعملت بقى، كلت يومها مش عارفه كلت ايه، كلت طعميه وكلت جبنه وحاجات كده، يعني ايه من جوه التلاجة. وعملت ايه بقى، عملت كاكاو وعلى فكره دي بنتي اللي هي عملت الكيك، ها، وانتوا قعدتوا تقولوا لها شاطره يا حبيبه، الكيك بتاعك جميل يا حبيبه، والحاجات دي كلها خليتوها. بصوا يعني رفعت راسها علينا قوي وبزياده كمان، كل شويه تقول ده انا متابعين ماما عجبتهم الكيكه بتاعتي، ده انا متابعين ماما قالوا لي تسلم ايدك يا حبيبه. فكل شويه تقول لبابا، بابا روح اعمل كيك يا بابا، يقول لها برضو. من يوم انتم ما شكرتوا بقى فيها وفرحتوها كده، وهي مبسوطه قوي. ربنا يا رب يفرحكم بولادكم يا رب. وقلت لكم على فكره بنتي في تانية اعدادي، ان انتوا سالتوني وسالتوني تاني، بنتي في تانية اعدادي، اللي هي دي اخر العنقود بقى حبيبتي. ربنا بصوا يا جماعه رضاني فعلا بيها، والله البنات دي نعمه ما بعدها نعمه. انا كنت اتمنى ان يبقى عندي 4 5 بنات كده، والله العظيم كانوا بصوا يبقوا حاجه بقى مفيش زيها، حاجه متعه. بس الحمد لله ربنا رضاني بحبيبه في يعني في الاخر كده، والحمد لله ربنا يخليها لي. بس قعدت معاها بقى شويه، كانت عامله كاكاو، وانا يا بنتي انا واكله فسيخ، انا لو شربت كاكاو بلبن هتعب. قالت لي اما خلاص بقى، ده انا عملت لك. خدت منه بق كده، وهي شربت بتاعها وايه، وطلعت بقى وريتكم الجو في البلكونه كان عامل ازاي. وكان عندي دوره الغسيل دي نشرتها وبس. يعني ما بقاش عندي اي حاجه في البيت غير بس هما الاطباق اللي كانت مكان الفسيخ والرنجه، غسلتهم وانا واقفه، وكان المطبخ نظيف وزي الفل. بصوا المقطع ده مش عارفه جه دلوقتي ليه، يعني المقطع ده المفروض ان انا كنت بعد يعني قبل بنتي ما تيجي، فهو المفروض كان يبقى متشقلب بقى، يعني المفروض ده كان يطلع الاول. بس يلا بقى اهو. بصوا كنت بقول لكم ان انا هسيب البطانيه واللحاف كده، وهي لما تيجي بقى بالسلامه بقى هتدخل تحت الغطا ده وتنام لها ايه ساعه كده ولا حاجه. بصراحه اليوم قصير في الشتاء، والواحد ما بيبقاش مستحمل ان هو ينام، يعني ما فيش وقت للنوم في الشتاء ده. ما تعرفيش تنامي بالنهار ولا الكلام ده، يعني النهار قصير، فالنوم بالليل حلو يعني. بصوا دي الخداديات اللي انا ايه قلت لكم عليهم، اللي اختي برضو كانت عاملاهم لي. تعالوا بقى ايه كده اما اوريكم بقى الجواكت اللي هي بتاعه الولاد، وقولوا لي رايكم فيها كده، وقولوا لي اتغلبت ولا لا، واهل بورسعيد كده غلبوني ولا لا. تعالوا اوريها لكم. تعالوا بقى افرجكم بقى الجواكت اللي بقول لكم عليها بقى دي. انا كنت عامله لكم المقطع ده بصوت، يعني كنت بتكلم معاكم في المقطع كده، بس قلت ايه اسرعه شويه.
الجاكيت ده اول واحد بقى جبته منين؟ جبته من بورسعيد، من عند سوق السمك القديم، في مكان هناك كده اسمه الإخلاص محل. بس طبعا المحل ده كانت اسعاره، انا بقى كنت لسه نازله يا دوب بورسعيد، او نازله المكان اللي فيه الهدوم، فما كنتش عارفه بقى ان في حاجات رخيصه جوه. واخدين بالكم؟ الغريب برضو اعمى لو كان بصير. فبكام الجاكيت ده؟ قال لي ده بالميزان بكام؟ قال لي الكيلو ب 800 جنيه. قلت طيب ماشي، يعني هو هيكون قد ايه يعني؟ فالمهم رحت واخداه كده مطبقاه وحطاه على الميزانه كده وانا واقفه مع الراجل، فلقيته معدي ال2 كيلو. فاهميني؟ فلقيته مقرب مثلا من 1700 وشويه، 1800 حاجه زي كده. فقلت له بقول لك ايه، احنا مش هنتعامل بالميزان ده. قال لي لا ابله لازم بالميزان. قلت له لا مش هنتعامل بالميزان، الجاكيت ده انا هاخده منك ب 800 جنيه. الاول قلت له 600، وطبعا كان جوزي واقف معايا بصوا هيطق مني. قلت له استنى بس. المهم الراجل ايه، قال لي يا ابله حرام عليكي، هو انا الاقيه، هو انا مش عارف ايه. فقلت له خلاص ماشي، اللي انت عايزه بكام؟ قال لي من الاخر خالص. قلت له اه من الاخر خالص. قال لي هاتي 1000 جنيه. طب يعني هو كان اصلا على الميزان ب 1700 وشويه، يعني قولوا ب 1800. قال لي هاتي 1000 جنيه. كلمة مني على كلمة منه، طب 800 طب 900، المهم ايه، فالولد اللي واقف ده قال لي اصل هو ده مش محلي، ده محل يعني هيراجع ورايا وانا اللي هدفعه من جيبي، ويرضيك يا ابله؟ قلت له لا ما يرضيش الابله. رحنا ايه واخدين ده ب1000 جنيه. تمام كده، احنا كده دلوقتي لسه في اول مكان رحنا فيه، كان زي ما قلت لكم كده كل اسعاره بالطريقه دي. حلو. حلو. نيجي بقى لده. بصوا انا كل حاجه بقى هوريها لكم هو مش بالترتيب، ده بقى كان من المكان التاني اللي عند سوق السمك الجديد. عند سوق السمك الجديد ده بقى، هناك بقى في هناك مثلا ما يقلش عن 20,000 جاكيت و20,000 طق. ايه الهدوم دي تقريبا من بورسعيد كلها هدوم. فروحت في المكان ده لما كنا بعد ما كلنا السمك، رحنا صلينا العشاء ولفينا بقى في المحلات دي. فاول ما شفت ده بصراحة لقيته كده تقيل كده وفخم، وبصوا التيكت بتاعه يا جماعة بيلمع، بيلمع. لا وبعدين بصوا برضو الحاجات البراند يا جماعة بيبقوا مهتمين بالتفاصيل. بصوا التيكت اللي بيبقى مكتوب عليه بقى التعليمات الغسيل والمش عارف ايه وبلد الصنع والكلام ده، معمول له زي جيب صغير كده عشان التيكت ده يدخل جواه ما يتبهدلش. واخدين بالكم ان البراندات بتبقى تفاصيلها رهيبة. الجاكيت الاولاني اللي هو الزيتي الاولاني ده تركي، صنع في تركيا. الجاكيت ده فيتنامي، ميد ان فيتنام. وبصوا بقى هما اتنين في بعض، هما جاكيتين في بعض. بس انا بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو، الزراير اللي جوه دي كلها لو فكيناها بنطلع جاكيت خفيف خالص ووتر بروف بالزونت الفرو ده. لكن لما بنركب الزراير اللي هي بصوا باينه على طرف ايدي دي، شايفينها؟ يا ريتني وضحت لكم اللقطه دي شويه. يعني انت عايزه تعمليه جاكيتين تمام، عايزه تلبسيه كله على بعضه كده هو تقيل جدا على دراعي، تقيل قوي. يعني مش اي شماعات كمان بتشيلهم، يعني ما بتشيلهمش غير الشماعات التقيله دي الكبيره دي. فده جاكيتين في بعض، واحد تحت بوتر بروف واللي هو الجبردين اللي فوق ده، وهو ماركة توم تيلر. توم تيلر انا سألت عليها كده على جوجل، لقيت ان الجواكت بتاعت توم تيلر ديت اسعارها ب6 ب7 كده، يعني بالجنيه 6-7 آلاف جنيه. انا بقى جبناه بكام بقى او اخدته بكام؟ هم كانوا مسعرين اي جاكيت 350 جنيه. خلي بالكم بقى معايا، ركزوا معايا. يبقى الجاكيت ده من ابو 350. خليكم بس في الاخر كده معايا اما اقول لكم في الاخر عملت ايه. ده بقى اللي هو ده المفروض كنت صورت لكم بالترتيب، بس هي جت معايا كده زي ما بقول لكم. ده بقى كان من محل الاخلاص اللي انا بقول لكم، اللي كان في البدايه، اللي هو كان في المحلات الغاليه بقى. ده كان عامل 2000 وحاجه، 2100 2000 ومش عارف كام يعني كده يعني. فالمهم ايه، جوزي كان عاجبه قوي وهو بصراحه عجبني. وقلت له ده حلو قوي، ده كأنه مثلا ب3-4 آلاف جنيه. طب هنشوف. المهم يعني الراجل ده كان يعني شديد شوية في موضوع البيع والشراء، كأنه مش عايز يبيع. بس هو الجاكيت كان عاجب جوزي، فاخدناه بكام؟ اخدناه ب1750 جنيه. اللي هو ده اللي هو البطانة بتاعته اورنج دي. حتى انا كنت معترضة على لون البطانة دي بصراحة، بس هي عجبت جوزي وقال لي لا ده شبابي كده هيبقى حلو على الولاد. يبقى ده كده 1750، والاولاني 1000، اللي هو 2 دبل ده التوم تيلور ده ب350 جنيه. والزيتي ده بقى بصوا حاجة كده، بصوا سنبلة، عارفين تحفة في اللبس يا جماعة.
بصوا انتوا شايفينه كده على السرير كده ان هو ايه ده جاكيت تريننج ده ولا ايه؟ في اللبس يا جماعة شياكة شياكة، تحسوا بصوا ان ضابط شرطة هو اللي لابسه. روعة على فكرة، ابني كان نفسه يدخل شرطة بس يلا الحمد لله. لسه نتيجة الاختبارات، وكان عندي ناس من حبايب يعني جوزي واصحابي وكده، كانوا ولادهم برضو مقدمين يا حرام ومفيش حد اتقبل للأسف. يلا كل واحد بياخد نصيبه، وهم برضو هيبقوا احسن ناس في الدنيا. فالمهم يعني الجاكيت ده تحسه ان اللي لابسه حاجة كده، يعني حاجة كده جهة سيادية. هو سيمبل قوي وخفيف وشيك، الاتنين في بعض، يمكن كمان في اللبس اشيك من اللي هم التقال دول. ده الازرق ده بقى كان بكام؟ كان برضو من ابو 350. حلو حلو. باقي ايه؟ باقي واحد كمان، استنى اوريهولكوا، بس مش عارفه انا طولت هنا قوي كده ليه. ده كان برضو من ابو 350، اللي هو كانت في المكان اللي عند سوق السمك الجديد اللي انا بحكي لكم عليه، اللي انا صورت لكم في اخر الفيديو بتاع بورسعيد. لقطه واسعه كده كبيره كده، كان مكان كده منور كده وفيه مول اسمه بورسعيد مول. مول المكان ده، يعني انا مش عارفه اسمه ايه بصراحه، يعني مش عارفه الشارع ده اسمه ايه، بس هو كده هو عند سوق السمك الجديد. هتروحي هتجيبي من هناك حاجات بصراحه تحف، وكان في محلات كمان كتيره. بس احنا كنا مرتبطين بناس ولازم نروح يعني كلنا مع بعض، فاهميني؟ لكن لو الوقت مفتوح يعني تهيالي انا كنت خربتها. لكن هو كان المفروض ان احنا هنتحرك الساعه 7:30 بالليل، فكان الوقت خلاص بقى، يعني انا جبنا اللي هم اخر 3 دول في الوقت الضايع. يبقى جبنا 3. بصوا الاسود ده الاول الاخير ده برضو جبناه من ابو 350 جنيه. بصوا يبقى اللي هو ال3 الاسود ده والازرق اللي انا لسه موريه لكم قبل ده، واللي هم اللي هو اللي بيتفتح 2 ده التوم تيلور ده اللي بيتعمل جاكيتين. ال3 دول الواحد كان ب 350، احنا خدناهم ب 1000 جنيه. تمام، او ب 900. مش عارفه يعني، انا ما كنتش مركزه قوي مع الحساب، جوزي اللي كان بيحاسب، يا اما خدنا 900 خدوا 900 يا اما خدوا 1000 وبس. انما التانيين بقى واحد ب1000 وواحد ب1750. بس انا برشح لك المكان اللي عند سوق السمك الجديد، في حاجات جميله. بصوا يا جماعه، هو ده بقى الجاكيت اللي بقول لكم بيتقسم نصين او بيتقسم 2 يعني. وده كده كانت الجواكت اللي انا وعدتكم ان انا هفرجها لكم، تقدروا تروحوا فعلا بورسعيد. حلوه جدا المحلات هناك بالنسبه للاسعار عندي هنا في البلد، يعني يعتبر الربع. زي ما قلت لكم الجاكيت هنا ب4 وب3.5 وارقام كده. فبصوا الدولاب بقى كله جواكت ما شاء الله، كلها حلوه اللهم بارك. فخلاص كده الفيديو بتاعي النهارده خلص، انا اسفه جدا طولت قوي قوي عليكم، ومعلش بقى انا كنت وعدتكم ان انا بس هفرجكم الجواكت دي عشان لو حد حابب يروح يشتري لاولاده او حاجه يقدر يستفيد من المكان. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.